إنها طحالب البحر الخضراء المزرقة. هذه الطحالب كائنات بحرية حية تعيش في أعماق البحار، منها عدة أنواع وعدة ألوان، وتعد مصدر أساسي في غذاء الأسماك، وكذلك في وضع البيض، وكذلك اختباء صغار الأسماك بين طياتها. وتتكاثر عندما تجد الغذاء المناسب لها، وهي تشبه النباتات البرية، تعيش معظمها في المياه المالحة، ومنها نوع آخر يعيش في الأماكن الرطبة قرب خزانات المياه العذبة. وتتميز هذه الطحالب على تركيبة خضراء لتحتوي على صبغة لها دور هام في تصنيع الغذاء، بما يعني أن الطحالب ذاتية الغذاء، وهي أشكال وأنواع، وتختلف كذلك في الألوان باختلاف نوع الصبغة الموجودة فيها حسب المناطق التي تتواجد فيها. فمنها الأخضر والأحمر والأصفر والبني، كما أنها نباتات لا زهرية، يعني لا تنمو لها الأزهار، والجذوع ديالها لا تحتوي على سيقان أو أوراق أو جذور، ما عندهاش الجذور نهائيا. وتعتبر هذه الطحالب الخضراء وهي الأكثر انتشار حول العالم، كما أن لها أهمية طبية كبيرة في التي تدخل في صناعة الغذاء والدواء كالفيتامينات والبروتينات، وكذلك المضادات الحيوية. وتستعمل كذلك أسمدة الفلاحية الجيدة الفعالة. وهذه الطحالب الخضراء التي تعيش في المياه المالحة تسمى بإسبيرولينا. تم اكتشافها سنة 1962 من طرف طبيب فرنسي، وتم الاعتراف بها كمادة علاجية فعالة من قبل هيئة الصحة العالمية والأمم المتحدة، وتسمى بالغذاء الخارق، وتستخدم كمكمل غذائي في عدد كبير من دول العالم، خصوصا في أمريكا واليابان. وكذلك استعملوها أيضا رواد الفضاء خلال رحلاتهم الطويلة. منها فوائد تقريبا أكثر من 11 فائدة صحية ومثبتة علميا. هذه الطحالب إسبيرولينا تساهم في تحفيز هرمون النمو، لأنها غنية بالبروتين الأخضر والفيتامين بي المركب والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد. كذلك تحتوي على خصائص مضادة للسرطانات مجربة وفطريات الفم، تساعد في خفض الوزن، وكذلك تساعد على تقوية جسم المرأة الحامل والجنين، إذ تقوم بتعويض النقص في العناصر الغذائية المختلفة. تساهم كذلك في تأخر الظهور بالتقدم في السن، تنقي الجسم من الفضلات والسموم، وتحسين أداء الكليتين، تمنع الإصابة بعسر الهضم، وتقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتساعد كذلك في تعزيز الطاقة والتركيز لدى الرياضيين، وتساهم كذلك في بناء العضلات، وتقلل من احتمالية الهشاشة بالعظام، وتعزز الأكسجين داخل خلايا وأنسجة الجسم، وتنظف الكبد، وتقلل من الدهون الثلاثية. إنها إسبيرولينا الطحالب البحرية. إلى هنا أتمنى أن تروق وتنال إعجابكم هذه الحلقة، وأشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة.
وموضوع آخر، وإلى اللقاء.